السلام عليكم ورحمة الله. اتصلت علي وحدة، صوت باكي حزين. السلام عليكم يا شيخ، يا شيخ أنا تعبانة وأنا عيالي وأنا أحد ما يناظرنا أنا ما عندي شيء صراحة، لكني تفاعلت معها تفاعل شديد. قلت طيب مين يناظركم؟ من يصرف عليكم؟ قالت ما حد يناظرنا ولا حد يصرف علينا ولا عندنا شيء. أنا صراحة تأثرت جدا، أنا صراحة تعاطفت وتأثرت، لكني من مغفل. قلت لها خلاص بيجيكم أحد البيت بيشوف ايش وضع بيتكم لين تقول ما في شيء. قالت خلاص أنا بشوف وبرجع أتصل عليك إن شاء الله. والله حطت السماعة ولا عاد اتصلت. رحت دخلت رقمها في نمبر بوك ولاها تمشي وتسأل، ما هنا أحد من برياض الظهر اللي كلمت عليه. واحدة منهم مسميها اللعابة فلانة تشحذ، تراه مي بأول مرة كلمت عليه واحدة عجوز وقالت وضعنا ووضعنا. قلت لها أعطيني وصف البيت، والله ما عاد اتصلوا. وله الناس ذولا متعودين انهم يتصلون على اهل الخير، يسدرون عطفهم ويشكون لهم يبكون، ثم يحولون على حسابهم مباشرة، وهذا غلط. يا اخوان اللي عنده زكاة مفروضة او وكيل على زكاة مفروضة، ترى هذا ما تبرأ به الذمة، والله تسأل عنه يوم القيامة. صدقة بكيفك. في الحديث تصدق على زانية، تصدق على سارق، تصدق على غني. فأتي وقيل قد قبلت صدقتك. صدقة بابها واسع، لكن الزكاة المفروضة لا. الذين تحل لهم الزكاة المفروضة 8 أصناف ذكرهم الله في كتابه. إذا ذهبت زكاتك المفروضة إلى غير هؤلاء 8 فهي باطلة، لا بد أن تزكي مرة ثانية. يا أخوان تعرفون الآن كثر النصب والاحتيال والتفنن والإبداع في سلب الأموال، فاحذروا أنهم يستغفرونكم من هذا الجانب. أول اللي بيلعب على الناس يجيب تزكيات مزيفة، يجيب تقارير مزورة، يجيب معوق معه ولا يتصنع المرض. الحين لا، بدي أرفع السماعة وابكي، فإن لم تبكي فتبكي. ويا اخوان تراني المرة الثانية اقول لا اثبط عن الصدقات، تصدقوا وانتم ماجورين ان شاء الله تعالى ويدفع الله بها عنكم بلاء، لكن الزكاة المفروضة لا، احتاطوا. حبيبنا الحارثي ارسل لي يقول صدقت في المسجد، يقول وبطيت ما طلعت من المسجد، يقول يوم طلعت لقيت الفقير راحت العرجه من رجله ومشخص وطاقنا العقال. وواحد ثاني يقول تسول عندنا متسول في المسجد، يقول رجال ثقيل ويلا يمشي وفيه عرجه، يقول رحمته واويت. يقول يوم سكر المسجد وطلع قلت بوصله لبيته، شلت العربية وركبتها بسيارتي، وهو كذلك عضدت له، كان ثقيل ومجهد وركبته السيارة أيضا. يقول وديته الحي الصالحية، قال يروح الحي الصالحية. وصلنا على الشارع العام، قال خلاص نزلني هنا أنا بأدرج. يقول نفس الشيء، أتعبني لين نزل من السيارة ونزلت عربيته وجلس على عربيته وقال خلاص أنا بدف نفسي وتوكل على الله. يقول كتفي بسبته يبي له مساج تمريخ و15 نوع كريم وإجازة مرضية عن العمل. يقول أتعبني جدا جدا من التحميل والتنزيل. يقول الأخ رحت نزلت ومشيت. يقول هو ما أتوقع أني بدور وبرجع أو ما أدري شلون، الله أراد أنه يفضحه. يقولوا له المجرم يوم شافني قفيت نزل وشال عربية وشايل نفوطه من خفها عليه ويمشي. يقول والله حفر الأرض برجليه. يقول وقتها يقول تمنيت اني بس ادور بسرعه اقدر لانه مع الجهه الثانيه. يقول بس ودي الحق عليه ادعسه عربيته، واشو انه ما ادعسه. بالنسبه لبرامج نمبر بوك وريل كول وغيرها من البرامج هذه تعطيك خلفيه عن الشخص اللي انت تبي تتعامل معه وانت ما تدري من هو اصلا، فاستعينوا بها جيده. الاخوان الذين يسالون عن الاصناف الثمانيه تجدونهم في جوجل، اكتب في جوجل اصناف الثمانيه الذين تحل لهم الزكاه، بيجيك شروحات وفتاوى وتبين من العلماء.